السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشية تعليم الخياطة، مرحبا بكم في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله النهاردة على بركة الله حابة اعمل لكم الموديل رقم 2. هنشوف هنعمل فيه ايه. الموديل ده عبارة عن جاكيت طويل كروازيه وكل شال وليه قصة كده من على الجنب. ان شاء الله يبقى سهل. تعالوا نشوف هنعمل ايه. طالما كروازيه يبقى معناها ايه؟ معناها ان انا هبص كده الكروازيه بادئ من فين وعرضه قد ايه. شكل الكروازيه ده عريض شويه، يعني ممكن مثلا 10 12 سنتي 15 حسب الحجم المقاس. تمام. يعني انا مثلا هعمله 12 سنتي كده، وهبدأ اخده من فوق الوسط بشويه. يعني هو انا اللي شايفاه كده تقريبا انه من فوق الوسط ايه بشويه. فهعمل الايه المرد اللي هو العريض ده الكروازيه. تمام كده. وهاجي انزل بيه لتحت. انا عامله على القناه تشطيب الكول شال بطريقه مبسطه ان شاء الله وسهله. احط لكم الرابط ان شاء الله، يا رب افتكر كده احط لكم الرابط في اول تعليق عشان تشوفوا تشطيبه ازاي، لانه كله شبه واحد، كله زي بعض. هنا بقى اهو الزراير بتاعه الكروازيه المرد اللي احنا عاملينه. تمام كده. هاجي هنا في ايه، هعمل لكم الكولا الاول وبعد كده اشوف القصه دي. الكولا هناخد يعني ممكن ادخل سنتي من هنا عشان الرقبه 7 سنتي اوسعها شويه، لكن لو انت عندك الرقبه واسعه شويه خلاص هاخدها كده على فوق على فوق بمقدار ايه. هنشوف طلعنا بيها كده لفوق. المسافه دي تقريبا 7 سنتي ونص، وهي ايه، هي نص دوران الرقبة الخلفية. الرقبة من الخلف، الرقبة كاملة نصها كده. انا قست المسافة دي، انا حطها هنا. هرجع بس سنة لورا كده بمسافة سنتي ونص مثلا عشان الكولة تبقى ايه مريحة شوية، وهاخدها كده عشان الكولة تبقى ايه مرتاحة شوية. وهاجي بشكل قائم كده، وعلى الخط اللي انا عملته بشكل قائم وهعمل مقدار تقريبا الكولا تقريبا يمكن كده 8 سنتي الحجم بتاعها. خلاص انا اول بعملها ايه، بعملها كده، وبعد كده بتزودي فوقيها كمان سنتي. يعني بعد ما بتعمليها بشكل قائم، يعني هنا لازم تكون زاوية قائمة عشان هي دي الاول اهي، تكون زاوية قائمة. دي الخط الاولاني يكون زاوية قائمة. تمام اهو. وبعد كده لما برجع تاني بيه بزود من قدام من هنا سنتي اطلع بيه لفوق. وبعد ما بطلع بيه لفوق بقيس بقى المقدار ده اللي هو يعني ده الخط خلاص ملوش لازمة، والخط ده كمان ملوش لازمة. يبقى انا لما طلعت اهو من فوق كده خط عمودي رجعت ورا سنتي ونص، والزاوية دي بتكون زاوية ايه قائمة اللي هو الخط ده. اطلع بس سنتي لفوق عشان الرقبة تبقى ايه ما تشدش وتبقى مرتاحة. فهمتوا الحتة دي؟ هاجي بقى من هنا اخدها ايه، ممكن تعمليها بالرصاص في الاول وتحاولي مره واتنين وتظبطيها، يعني اللي هو ايه واخده الكيرف ده بالشكل ده. ممكن بالمسطره ممكن بايدك تاخد الشكل اللي هو قدامنا ده. تمام كده. طبعا احنا لما نيجي تعملي البطانه تاخديها من النص من هنا تنزل بيها لتحت علشان لازم بطانه للكولا دي. انا عاملاها وهحطها لكم هتفهموا قصدي ايه. هنا في الحته دي في قصه، القصه تقريبا نازله، يعني لو هنا خط الوسط ده وده خط الارداف، هي
هتلاقيها ممكن تكون يعني جاي من الوسط من تحت نازلة 2 سنتي 3 سنتي، برضو راجع لايه، للحجم المقاس نفسه. ممكن تكون من طالعة من عند الأرداف لفوق كده 5 سنتي. وانا بقول ممكن على اساس انه الارقام دي مش ثابتة، يعني انت بتبص كده في الموديل وبتعمليها، حتى لو عملتيها بشكل تاني برضه هتبقى صح، يعني مش هتبقى غلط. الخط ده عشان يديني بس الحتة دي اللي فيها الكسرات، الحتة دي تمام كده. هتعمليه بقى بالشكل ده مايل كده شوية، بس يكون ما بين خط الوسط والارداف اللي هو ايه الخط ده. هو كده تمام. انا هقص واقول لكم الحته دي ممكن نعملها ازاي كسرات بكذا طريقه. يعني ممكن بطريقه انك بتعملي خطوط، تمام، وكل خط بقى وترقمي وتعملي مسافه بين كل خط وخط مثلا 4 سنتي والكلام ده صح. وممكن كمان طريقه تانية هقول لكم دلوقتي عليها. وسعي كمان بالجنب عشان هو عامل واخد وسع كده كيرف، مش نازل على صك كده. يعني احنا لما نيجي هنقص هنا هنقص ازاي؟ هطلع الحته دي انا اهو، شايفه الحته دي القصه دي انا هشيلها هقصها علشان هرجعها تاني، بس ايه بعد ما اكون ايه عملت الكسرات فيها. هو في اكتر من طريقه للموضوع ده، بس احنا دينا كل مره بعمل حاجه مختلفه. تمام، يبقى الجزء ده والكلشة يعني مش زي الريفيرا نقص الكولا، هو بيبقى متصل الكلشة يعني، بس انك تحطي البطانة مع البطانة والكولا دي مع الكولا ايه اللي هو الناحية التانية، لانه احنا انا بعمل لكم ناحية والناحية التانية بقى بتطلع مع ايه مع انك بتحطي القماش على طبقتين. وما ننساش واحنا بنحط القماش يبقى ايه على ظهر القماش والوش في الوش، تمام كده. خلي دي علشان دي مهمة، هي دي اللي بتكمل الجزء اللي تحت، شايفين اهو. يعني لما اكملها برجعها تاني، يعني دي ده خط الكسرة بتاعت الكولا بالشكل ده، وبترجع ايه ترجع ايه من الخلف، يعني ده بالشكل ده. بس هنا في كسرات، فالكسرات دي ممكن انا اقوم ايه على القماش حطاها، طبعا هيبقى ناحيتين، واحدة شمال وواحدة يمين، فانا لو عملتها اعملها على ناحية واحدة وانت هتعمليها على الناحيتين عادي. يعني هتحطي دي كده اهي، وبتزودي بقى، يعني بدل ما تقعدي تقصقصي قصدي بتعمليها كده بامتدادها، يعني بتبقى كده وبتمديها لكده لمسافة مثلا هتعملي كام كسرة، هتعملي مثلا 4 كسرات، كل كسرة 2 على 2، فانت بتجمعيهم كده وبتشوفي الرقم او قد الخط ده مثلا قده مرة وكمان مرة، يعني حسب ما كمية الكسرات اللي هتعمليها. وهنرجعه كده مؤقت لغاية ما ايه بترجعيه تاني على حسب القطعة دي، يعني هي القطعة دي اللي هتخليكي ترجعيه على اساسها، تمام كده. طبعا انت بتعملي كده
بنساوي بقى بعد ما نركب، هنشوف اذا كان في اي حاجة بتتساوى. بديكوا الفكرة انا بس، وانتوا بتطبقوا طبعا على ايه براحتكم بقى، وتعملوا كسرات متساوية والكلام ده. يعني لما نيجي نحطها هنا طبعا احنا بنسيب زيادات، لانه ده مش باترون، مش قماشة يعني. فانت بتعملي الكسرات اهي، بتعملي كسرة 2 3، ممكن تعمليها كشكشة يعني، مش لازم كسرات، حسب ما انت ايه حابة. رجعيها تاني زي ما كانت هنا، ترجع على نفس مستوى ايه القطعة اللي فوق، بس تكون راجعة بكسرات بقى، وتساوي بقى الجزء اللي تحت وتظبطيه. تمام كده، يعني بتيجي تاخديها وتحطيها كده بعد ما تعملي كسراتك، وتظبطي عليها بقى خلاص، لانها دي بتبقى باترونك الاساسي. يعني بعد ما تعملي كسراتك وتظبطيها تمام، ممكن تحطيها على الايه، على نفس باترونها الاولاني من غير كسرات، بتكوني مظبطه كسراتك. هي دي الفكره. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.